بيبدأ الفيلم سنة 1996 بمجموعة عمال موجودين في كهف قديم في مدينة اسمها سان خفير، والعمال دول بيكونوا تحت قيادة شخص اسمه ريتشارد. وريتشارد ده بيكون مشغل العمال دول في الكهوف علشان يدوروا على مخلوق أسطوري معروف باسم تشوبا كوبرا. ومخلوق تشوبا كوبرا ده بيكون عبارة عن كائن غريب وعنده جناحات وبيتغذى على دم المعيز. وفي حكايات كتيرة منتشرة عن المخلوق ده من زمان، لكن في الأول وفي الآخر هي مجرد أساطير وخرافات، وكل الناس بيكونوا مقتنعين إن المخلوق ده ملوش وجود ما عدا ريتشارد. هو اللي بيكون مقتنع إن المخلوق ده موجود وعايش وسطهم، لدرجة إن كل الناس بدأت تشك إن هو مجنون. وعلشان كده قرر ريتشارد يجيب عماله ويدوروا على المخلوق ده ويقلب عليه الدنيا علشان يثبت كلامه لكل اللي شكك فيه. وفي يوم وأثناء ما هم بيدوروا على المخلوق في الكهف أخيرا بيقدروا يلاقوه، وساعتها ريتشارد بيجري على الكهف وبيقف يتأمل المخلوق ده، وبيكون هو والرجالة اللي معاه مش مصدقين عينيهم لحد ما بيكتشفوا إن المخلوق ده عبارة عن مخلوق صغير حديث الولادة. وفي اللحظة دي بتتدخل أم المخلوق وبتهجم على ريتشارد ورجالته وبتاخد ابنها وبتحاول تهرب من المكان بسرعة. لكن أثناء ما هي بتهرب بيطلع ريتشارد مسدسه وبيضرب عليها نار وبيصيبها في جناحها، والطلقة دي بتعمل لها إصابة قوية وبتمنعها من الطيران وبتجبرها تفضل في الأرض. فبيستغل ريتشارد الحالة اللي الأم فيها وبيبدأ يطاردها بسرعة علشان ما يخليهاش تفلت من إيده. وبيكون ريتشارد خلاص على وشك يمسكهم الاتنين، فبتقرر الأم تضحي بنفسها وبتخبي ابنها في مكان بعيد عن ريتشارد ورجالته، وبتظهر نفسها لريتشارد علشان يطاردها وينشغل بيها وما ياخدش باله من ابنها. وبيفضل المخلوق الصغير ده لوحده ومش عارف يعمل ايه من غير امه، ولا عارف يروح فين بالظبط. وتاني يوم بننتقل لولاية كنساس في أمريكا وبنشوف ولد صغير اسمه أليكس. وأليكس ده بيكون ولد يتيم وأبوه لسه متوفي من فترة قريبة، وبيكون أليكس موجود دلوقتي في المدرسة وبيبان إن هو ولد خجول وانطوائي ومالوش أصحاب. وكمان بيتضح إن زمايله في المدرسة بيتنمروا عليه وبيضايقوه، وعلشان كده بيكون أليكس دايما محبط وحزين وحالته النفسية بتكون سيئة جدا، خصوصا بسبب فقدانه لأبوه لأن هو كمان مقرب جدا منه. وبعد المدرسة بيرجع أليكس للبيت وبيكون باين عليه إن هو زعلان ومتضايق، فبتلاحظ أمه والحالة اللي هو فيها وبتروح تسأله لو حد ضايقه في المدرسة. فبنفهم هنا إن دي مش أول مرة لأليكس يتعرض فيها للتنمر، لكن أليكس بينكر وبيقول لأمه إن مفيش حد مضايقه ولا حاجة. فبتحاول أمه تخفف عنه وبتتكلم معاه وبتقوله إن هي عارفة إن هو بيمر بوقت صعب بعد وفاة أبوه، لكن بتوعده إن كل ده هيتغير في أجازة نهاية الأسبوع. وده علشان أليكس هيسافر للمكسيك في نهاية الأسبوع ده علشان يقضي الأجازة مع جده ووالد أبوه. وبيكون أليكس رافض الفكرة دي تماما ومش عايز يسافر، وده لأن هو ما قابلش أي حد من أسرة أبوه من وهو صغير ومش فاكر أي حد منهم. فبتأكد له أمه إن أسرة أبوه أسرة لطيفة وهو هيستمتع بوقته معاهم، وكمان بتقول له إن مدينة سان خفير اللي هو هيسافر ليها مدينة جميلة وهو هيحبها جدا. فبيفكر أليكس في كلامها وبعدها بيوافق على السفرية، لكن بيطلب من أمه تسافر معاه علشان ما يبقاش لوحده. فبتقول له أمه إن هي مش هتقدر تسيب الشغل وتسافر معاه، وما بيكونش فيه أي حل قدام أليكس غير إن هو يسافر لوحده. وبيدخل بعد كده أليكس لأوضته وبيفضل يفتكر ذكرياته مع أبوه ويعيط، وبالصدفة بتدخل أمه عليه وبتشوفه وهو في الحالة دي، فبتقعد أمه معاه وبتفضل تهديه وتواسيه وبتحاول تعوضه عن فقدان أبوه. وبتعدي الأيام وفي نهاية الأسبوع بيسافر أليكس لمدينة سان خفير في المكسيك، وأليكس ما بيبقاش عارف إن الأجازة دي هتغير مجرى حياته للأبد. وأول ما بيوصل أليكس لهناك بيجي جده يستقبله ويرحب بيه. وفي الأول أليكس ما بيعرفش جده لأن هو ما قابلوش من فترة كبيرة، لكن جده تشافا بيعرفه بنفسه وبيستقبله وهو فرحان بيه، وبياخدوا تشافا معاه في العربية وبيتحركوا ناحية البيت. وفي الطريق بيفضلوا يدردشوا سوا، وبيكون تشافا فرحان جدا بأليكس لأنه بيفكروا بابنه المتوفي. وبيحاول تشافا يهزر مع أليكس ويضحك معاه علشان يخفف التوتر اللي بينهم، لكن بتكون في مشكلة في التواصل بينهم لأن أليكس بيتكلم إنجليزي وهما في المكسيك بيتكلموا أسباني، فبيضطر تشافا يتكلم إنجليزي معاه علشان يفهموا بعض. وبعدها بيوصلوا للبيت وهناك أليكس بيقابل ابن عمته اللي اسمه ميمو، وتشافا بيعرفهم على بعض وبيقول لأليكس إن ميمو وأخته جايين علشان يقضوا الأجازة معاه، وبيسيبهم تشافا يتعاملوا مع بعض وبيدخل هو للبيت. وساعتها ميمو بياخد أليكس جولة في البيت وبيوريه المكان اللي هينام فيه، وبيلاحظ أليكس إن البيت مليان أدوات وحاجات تخص المصارعة. فبيفهم أليكس إن ميمو ابن عمته مهووس بالمصارعة وبيحبها جدا، لكن ما بيهتمش أليكس وبيروح له الأوضة اللي هيقعد فيها. وهناك أليكس بيقابل لونا أخت ميمو واللي بينبهر بيها أليكس وبجمالها أول ما بيشوفها، فبترحب لونا بيه وبتتعرف عليه وبيتضح إن هي بنت لطيفة
وبعد ما بيحط أليكس حاجته في الأوضة بتاعته بينزل يقعد مع ميمو ولونا وبيقعدوا يتكلموا سوا، وبيعرف أليكس منهم وهم ليه مهووسين بالمصارعة، وبيكتشف إن هما بيحبوا المصارعة لأن جدهم تشافا كان مصارع مشهور زمان، وميمو ولونا بيعتبروه مثلهم الأعلى وبيحبوا المصارعة علشانه. وكمان بيعرف أليكس إن تشافا ما كانش مصارع عادي لكنه كان مصارع محترف ومعاه بطولات كتير، وما كانش فيه أي حد قادر يهزمه، لحد ما في يوم حصل له كسر في الجمجمة، وبسبب الإصابة دي اضطر تشافا يعتزل لعب المصارعة رغم إن دي كانت أكتر حاجة بيحبها في حياته. وفي اللحظة دي بيدخل تشافا وبيقطع كلامهم وبيقول لهم يجوا معايا يطمنوا على الحيوانات اللي في المزرعة بتاعتهم. وأول ما بيروحوا للمزرعة بيتفاجئوا إن في معزة مقتولة ودمها ممصوص، فساعتها بيقول ميمو إن أكيد اللي تشوبا كابرا هو اللي قتل المعزة ومص دمها، ودي بتكون أول مرة أليكس يسمع الاسم ده. فبيبدأ ميمو يشرح له إن تشوبا كابرا ده مخلوق مرعب وبيتغذى على المعيز، فبيقول لهم تشافا إن مفيش حاجة اسمها كده وإن المخلوق ده مخلوق أسطوري وملوش وجود، وكل القصص اللي بتتقال عنه دي مجرد خرافات ومفيش أي دليل عليها. وبياخدهم بعد كده تشافا وبيدخل البيت، وفي نفس الوقت ده بنشوف ريتشارد وبيكون لسه بيدور على مخلوقات اللي تشوبا كابرا ولكنه مصطادش ولا واحد منهم. وأثناء ما ريتشارد قاعد لوحده وبيفكر إزاي يصطاد المخلوقات دي بيجي شخص يتكلم معاه وبيسأله عن أخبار عملية صيد التشوبا كابرا، وهنا بنكتشف إن ريتشارد شغال مع مجموعة مستثمرين وهم اللي بيمولوه وبيوفروا له كل الإمكانيات والموارد، وده لأن دم التشوبا كابرا فيه قدرة رهيبة على الشفاء، والدم بتاعه ده هيعمل ثورة في عالم الطب. وبياخد ريتشارد تمويل من المستثمرين دول في مقابل ان هو يجيب لهم دم لتشوبا كابرا، وبيكون المستثمر ده جاي يتكلم مع ريتشارد لان عدت مده كبيره وهو لسه ما اصطادش حاجه، فبيحاول ريتشارد يهديه وبيقول له ان هو قدر يحدد مكان المخلوقات دي وان هو حاليا بيطاردهم وقريب جدا هيصطاد منهم واحد. فبيقول للمستثمر ان هم زهقوا من المماطله بتاعته وان هو قدامه لاخر الاسبوع علشان يجيب لهم دم لتشوبا كابرا، وبيحذروا ان هو لو ما قدرش يعمل كده ما يلومش الا نفسه لأن هو كذب عليهم وخد منهم فلوس كتير. وبيسيبوا بعد كده المستثمر ده وبيمشي، فبيقف ريتشارد متحير ومش عارف يعمل ايه في المصيبة دي. وبيجي الليل وبنشوف أليكس وهو قاعد في أوضته، وأثناء ما هو قاعد بيلاقي جده تشافا بيتسلل وخارج من البيت، فبيستغرب أليكس من سبب خروج جده في الوقت المتأخر ده وبيطلع يمشي وراه لحد ما بيلاقيه رايح يقعد لوحده في المستودع ومشغل أغاني هادية، وبيكون أليكس بيتفرج على اللي بيحصل وهو مش فاهم أي حاجة. وأثناء ما هو بيراقب جده بيتفاجئ باللي تشوفا كابرا الصغير اللي أمه سابته لوحده، وطبعا بيترعب أليكس أول ما بيشوف المخلوق ده وبيفضل يصرخ. وساعتها تشافا وميمو ولونا بيجوا بسرعة، فبيقول لهم أليكس على المخلوق اللي شافه لكنهم ما بيلاقوش أي حاجة، فبيفتكروا إن أليكس بيتخيل مش أكتر، وبيرجعوا يناموا تاني. وبيكون أليكس متأكد من اللي هو شافه جدا لكن مش عارف يثبت ده إزاي، فبيرجع أليكس معاهم للبيت وهو مجروح في إيده لأنه بيكون اتخبط في إيده أول ما شاف المخلوق ده. وتاني يوم بيصحى أليكس وبيتفاجئ إن السطير اللي تشوفها كبرة موجود على سريره وبيكون ماسك إيده المجروحة، فبيتفزع أليكس وبيصرخ، وساعتها المخلوق بيخاف منه وبيطلع يهرب بسرعة. وطبعا أليكس بيكون مصدوم ومش مصدق عينه، لكن الغريب إن هو بيلاقي الجرح اللي كان في إيده واتعالج من تلقاء نفسه، فبيحس أليكس إن المخلوق ده مسالم وإن هو مش خطر ومش مرعب، فبيروح يدور عليه لكنه مش بيلاقيه. وبعدها بيروح أليكس يقعد مع لونا وبيفضلوا يتكلموا، فبتحاول لونا تواسيه على فقدان أبوه وتخرجه من الحالة اللي هو فيها، لكن أثناء ما هم قاعدين سوا بيجي ميمو وبيقطعهم، وبيتضح هنا إن جدهم تشافا بينسى حاجات كتير بسبب سنه الكبير وأحيانا كتير بيتوه وما بيعرفش يرجع البيت، وميمو ولونا متعودين يدوروا عليه ويرجعوه البيت. وبالفعل بيجهزوا نفسهم وبياخدوا العربية وبيطلعوا يدوروا عليه، وأليكس بيروح معاهم وبيفضلوا التلاتة يدوروا على جدهم في المدينة لحد ما أخيرا بيلاقوه ماشي على الطريق ومعاه ميازة، وطبعا بيستغربوا من تصرفاته لكن ما بيهتموش قوي لأن هو سنه كبير وحالته العقلية بالنسبة لهم مش كويسة، فبياخدوه معاهم وبيمشوا وبيرجعوا كلهم للبيت وبيقعدوا يتفرجوا على الأخبار في التلفزيون. والأخبار دي بتكون بتتكلم عن مخلوقات اللي تشوفها كبرى واللي في ناس كتير بتدعي إن هم شافوا واحد منهم، وكمان أصحاب المزارع بيدعوا إن في عدد كبير من المعيز اللي عندهم بيموتوا، لكن في اللحظة دي بيتدخل تشوفها وبيقفل التلفزيون وبيقول لهم إن الأخبار دي كلها كذب لأن المخلوقات دي مش حقيقية وملهاش أي وجود، وبيسيبهم وبيمشي. فهنا بيستغرب أليكس من إصرار تشوفا إن المخلوقات دي ملهاش أي وجود، ولما بيربط أليكس الأحداث ببعض بيحس إن جده مخبي حاجة، فبيروح أليكس يتكلم مع لونا وبيقول لها إن هو شاكك إن جدهم مخبي مخلوق من المخلوقات دي عنده في المزرعة، فبتضحك لونا وبتقول إن المخلوقات دي مخلوقات أسطورية وملهاش أي وجود في الواقع. فبيتضايق أليكس من طريقتهم معاه وبيروح يقعد لوحده في المستودع، وأثناء ما هو قاعد لوحده بيتفاجئ بالمخلوق اللي تشوبا جاي ناحيته،
ففي الأول بيخاف أليكس منه، لكن بعدها بيتمالك نفسه وبيقرب منه وبيحس إن هو مخلوق لطيف ومسالم، وبيحس أليكس إن هو جعان فبيقرر يجيب له حاجة ياكلها. فبيرجع أليكس للبيت وبيجيب أكل من التلاجة وبيروح يديله الأكل ده، لكن المخلوق بيرفض ياكل من الأكل، وبيكون واضح كمان إن المخلوق خايف من الرعد والبرق اللي بيحصل. فبيحضنوا أليكس وبيقرر يقضي الليلة دي معاه وما يسيبوش لوحده، وبيبان إن هما الاتنين بدأوا يستنطفوا بعض ومنسجمين على الآخر. وتاني يوم بيصحى أليكس على صوت ميمو وهو جاي يدور عليه في المستودع، فبيحاول أليكس يخبي المخلوق منه، لكن ميمو بيشوفه وطبعا بيترعب ميمو وبيصرخ، وبتيجي لونا على صوت صراخ أخوها وهي كمان بتشوف المخلوق وبتفضل تصرخ. فبيحاول أليكس يهديهم هما الاتنين وبيفضل يقنعهم إن المخلوق ده مسالم وإن هو محتاج مساعدتهم مش أكتر. وبالفعل بيهدوا هما الاتنين وبيقربوا من المخلوق، بيحسوا إن هو حيوان أليف فبيقرروا يحتفظوا بيه ويساعدوه لحد ما يشوفوا يعملوا إيه، وبيسموه باسم تشوبا علشان يعرفوا يتواصلوا معاه. وفي اللحظة دي بيدخل جدهم تشوفا للمكان وبيتضح إن كلام أليكس كان صح، وإن تشوفا جدهم كان مخبي تشوبا عنده وبيعتني بيه. وبيعترف لهم تشوفا بكل حاجة وبيحكي لهم إن هو في يوم كان راجع بعربيته للمزرعة في وقت متأخر، وأثناء ما هو كان على الطريق شاف تشوبا لوحده وكانت حالته صعبة جدا. فخدوا تشوفا معاه للمزرعة وقرر يخبيه عنده لحد ما يشوف هيعمل معاه إيه. وبيقول لهم إن هو كان مضطر يخبي الموضوع لأن في ناس بتدور على تشوبا وعايزين يستغلوه بطريقة مش كويسة، وهو ما كانش عايز يقول لهم علشان ما يعرضش تشوبا للخطر. وطالما هم عرفوا فبيحذرهم تشوبا وبيقول لهم ما يجيبوش سيرة الموضوع ده قدام أي حد. وبيتفقوا هم الأربعة على إنهم يهتموا بتشوبا ويحموه ويحاولوا يوصلوه لأهله. وبيقطع كلامهم ده وصول ريتشارد للمزرعة علشان يقابل تشوفا، ودنا إن هو تواصل مع الشرطة علشان يشوف مين العربيات اللي عدت على الطريق في اليوم اللي كان بيطارد فيه تشوفا وأمه، وعرف إن تشوفا عدى بعربيته في نفس الوقت ده وجاي يفتش بيته، لكن تشوفا بيرفض يدخله المزرعة نهائي وبيطرده من المكان. وساعتها بيشك ريتشارد في تشوفا وبيمشي وهو متأكد إن هو مخبي حاجة عنه. وبعد ما بيمشي بيروح أليكس يلعب مع تشوبا وبيقضي وقت معاه وبيكونوا مستمتعين جدا مع بعض. وبعدها ميمو بياخد تشوبا وبيحاول يعلمه استخدام جناحاته، وكمان بيدربه على الطيران علشان يقدر يطير ويهرب لو اتحط في موقف خطر. وفي نفس الوقت ده بيكون تشافا قاعد مع أليكس وبيحاول يواسيه عشان فقدان أبوه برضه. وبيلاحظ تشافا إن كل ما تيجي سيرة الموضوع ده أليكس بيحاول يتهرب وبيفضل يلعب في تليفونه. فبياخد تشافا التليفون منه وبيقول إن هو لازم يواجه الواقع ويطلع كل مشاعره اللي جواه ويبطل يتهرب من الموضوع. وبيقول له تشافا ان هو لو عاوز ياخد تليفونه لازم يصارعه والا مش هيشوف التليفون تاني. ودي بتكون خطه من تشافا علشان يخلي اليكس يطلع كل المشاعر والكبت اللي جواه. وفي الاول بيكون اليكس رافض يصارع جده، لكن لما بيعرف ان مفيش طريقه تانية علشان ياخد تليفونه بيضطر يغير رايه ويوافق. وبتبدا المباراه بينهم هما الاتنين وميمو بيكون هو الحكم بينهم. وبيفضل تشافا يضايق أليكس ويستفزه لحد ما بيفقد أليكس السيطرة على أعصابه وبيزق جده بقوة وبيوقعه على الأرض وبيعمل له إصابة. وساعتها بيجي الدكتور على طول وبيعمل اللازم مع تشافا وبيعالجه. وقبل ما يمشي الدكتور بيقول لأليكس ولونا وميمو إن حالة تشافا الصحية بتسوء كل يوم عن التاني، وإن كمان حالة التوهان والنسيان هتزيد عنده وممكن ينسى حاجات كتير جدا لدرجة إن هو ممكن ينساهم هم. وعلشان كده بينصحهم الدكتور ما يسيبوش جدهم لوحده لأن هو هيحتاج عناية خاصة. وأثناء ما الدكتور بيتكلم بيسمعوا كلهم صوت تشوبا وهو بيستغيث وبيطلب المساعدة، فبيقولوا للدكتور إن ده صوت حيوان مريض من المزرعة وبيخلي الدكتور يمشي. وأول ما بيمشي أليكس ولونا وميمو بيروحوا على المستودع، وهناك بيتفاجئوا إن ريتشارد دخل المزرعة وبيحاول يقبض على تشوبا. وبيقدر ريتشارد يضرب تشوبا بطلقة مخدر وبيفقدوا الوعي وبياخده وبيروح يحطه في عربيته. ولونا وميمو بيروحوا ورا ريتشارد وبيحاولوا يوقفوه ويعطلوه عقبال ما أليكس يروح يطلب المساعدة من جده. وفعلا بيجي تشافا وبيتصارع مع ريتشارد وبيقدر يضربه وبيهزمه. وبيروحوا كلهم ياخدوا عربية ريتشارد اللي فيها تشوبا وبيمشوا من المكان علشان ينقذوا تشوبا ويوصلوا لأهله. فبيروحوا على الطريق اللي تشافا شافت تشوبا فيه أول مرة، ولما بيوصلوا لهناك بيقدر تشوبا يعرف مكان أهله وبيتحرك ناحيتهم بسرعة. وتشافا وأحفاده بيطلعوا يجروا وراه لحد ما بيوصلوا على خفة جبل، وبيكون تشوبا هيعدي الطريق للبر التاني علشان يروح لأهله. فبيجي أليكس عشان يودعه، لكن فجأة بتحصل حاجة غريبة وبيقع أليكس من فوق الجبل. لكن في آخر لحظة بيقدر تشوبا يطير وبينقذ أليكس من الموت. وبمجرد ما تشوبا بيرجع أليكس للحاسة تاني بيتفاجئوا كلهم بوصول ريتشارد، فبيضرب ريتشارد طلقة مخدر على تشوبا وبيفقدوا للوعي تاني.
وبيروح ياخد تشوبا وبيهددهم إن أي حد هيفكر يوقفه المرة دي هيقتله، وبياخدوا ريتشارد وبيمشي من المكان قدام عيون تشوفا وأحفاده واللي كلهم ما بيكونوش قادرين يعملوا أي حاجة لتشوبا. وأثناء ما ريتشارد واخد تشوبا وماشي بيتفاجئ بأسرة تشوبا قدامه، فبيتصدوا له وبيوقفوه، وبيكون ريتشارد خايف منهم وبيهددهم بقتل تشوبا. لكن في اللحظة دي بيتدخل تشوفا وبيضرب ريتشارد من ظهره، وبيقدر تشوفا يهزم ريتشارد، وأخيرا بيرجع تشوبا لأحضان أسرته من تاني بعد ما تشافى وأحفاده قدروا ينقذوه. وبعدها بيودع أليكس أعز صديق ليه وبيمشي مع أسرته، وبيكون أليكس زعلان عليه وهيفتقده جدا، لكن في نفس الوقت فرحان علشانه وعلشان أخيرا رجع لأسرته. وبعدها بيرجع أليكس للبيت وبيبدأ يحضر حاجته علشان يرجع لبلده. فبيروح أليكس يودع لونا وميمو واللي كانوا أكتر من إخواته، وبيوعدهم إن هو هيبقى يزورهم تاني. وبيمشي أليكس مع تشابا علشان يوصلوا للمطار، وبيكون واضح إن هما بقوا مقربين من بعض وعمالين يضحكوا ويدردشوا. وبيكون أليكس مبسوط لأن هو أخيرا لقى عيلته زي ما تشوبا لعيلته. ولما بيوصل أليكس للمطار بيقول لجده إن الأجازة دي أحسن أجازة قضاها في حياته، وبيودعوا أليكس وبيركب الطيارة علشان يرجع لبلده تاني. وبيخلص الفيلم.